في ضواحي شيكاغو الباردة، ولد الطفل اسمه تشارلي كيرك عام 1933. لم يكن في حياته ما يوحي بأنه سيصبح واحداً من أكثر الشخصيات السياسية تأثيراً وإثارة الجدل في أمريكا. والده كان مهندساً معمارياً، ووالدته ربة منزل، وكانت العائلة متوسطة الحال تعيش حياة هادئة في إحدى ضواحي إلينوي. لكن تشارلي لم يكن طفلاً عادياً. منذ سنوات دراسته الأولى كان يشعر أن السياسة ليست مجرد أخبار يشاهدها الناس على التلفاز، بل هي معركة يومية على مستقبل البلاد. في الصف الثانوي بينما كان زملاؤه منشغلين بالرياضة والألعاب، كان هو يقرأ عن التاريخ الأمريكي وعن الحرب بين الأفكار، الاشتراكية مقابل الرأسمالية، الحرية الفردية مقابل سلطة الدولة. وعندما حان وقت الجامعة لم يذهب كغيره ليحصل على شهادة تؤمن له وظيفة، بل اتخذ قراراً صادماً لعائلته وأصدقائه: ترك الدراسة. كان يؤمن أن رسالته في الحياة لا يمكن أن تنتظر شهادة جامعية. في عام 2012 وعمره لا يتجاوز 11 عاماً، أسس منظمة Turning Point USA، فكرة صغيرة بدأت من غرفة متواضعة وحاسوب محمول. كان حلمه أن يدخل إلى الجامعات الأمريكية حيث يسود الفكر الليبرالي التقدمي، ليزرع هناك بذور الفكر محافظ جديد. البداية لم تكن سهلة، كان يتعرض للسخرية من أساتذة وطلاب، ويتهم بأنه مجرد طفل مراهق يحاول أن يغير ما لا يستطيع تغييره. لكن عزيمته لم تهتز. بمرور السنوات ومع دعم رجال أعمال نافذين من الحزب الجمهوري، كبرت Turning Point USA لتصبح حركة ضخمة ذات مؤتمرات سنوية يحضرها آلاف الشباب، وترتبط مباشرة بالبيت الأبيض في عهد دونالد ترامب. أصبح تشارلي كيرك الوجه الشاب الأكثر بروزاً في اليمين الأمريكي. على شاشات التلفاز كان يتحدث بحماس مدافعاً عن الرأسمالية والحرية الدينية، مهاجم الهجرة غير الشرعية واليسار الراديكالي. البعض اعتبره صوت الحقيقة، والبعض الآخر رآه رمزاً للاستقطاب والخطاب العدائي. كتب كتباً وأطلق برنامجه الإذاعي، وجاب الجامعات ليقنع الشباب أن مستقبلهم لا يكون مع الاشتراكية بل مع الحرية الفردية. لكن خلف هذه الأضواء ظل تشارلي ابناً شاباً لم يتجاوز 30، يحمل على كتفيه حلماً أكبر منه: أن يعيد رسم وجه السياسة الأمريكية. اليوم وبينما يقوده البعض كقدوة ويهاجمه آخرون كعدو، يظل اسم تشارلي كيرك مرادفاً لجيل جديد من اليمين الأمريكي.